ضغط من جانب تيسير. سلمان فرج، محاولة يابانية، ياسر في التغطية خطيرة للمنتخب الياباني. ياسر يبعد الكرة وبعد ذلك سلمان فرج قوية صدمت في الدفاع وركلة جزاء. ركلة جزاء للمنتخب الياباني. ركلة جزاء للمنتخب الياباني. اعتبر حكم المباراة انه فيها لمسة يد. يهدى نواف، اهدى يا نواف. شوف سنشاهد في العرض البطيء هل كان هنالك لمسة يد ام لا. الحكم محمد تقي للمرة الأولى يحتسب ركلة جزاء في 22 مباراة دولية حكمها. محمد تقي للمرة الأولى يحتسب ركلة جزاء. هذا الأمر اللي يخشاه باللاعبين، اللي يفقدوا السيطرة على أنفسهم وعلى أعصابهم. أسامة أنت القائد، أوساوي متوتر والمخرج لم يعيد اللقطة بعد. سنشاهد في الإعادة ما إذا كان هنالك ركلة جزاء أم لا للمنتخب الياباني. احتجاجات من جانب لاعبين على احتساب هذه الركلة من نواف وبقية اللاعبين. آخر دقيقتين على نهاية شوط المباراة. الأول تسديدة التي اصطدمت في عبد الملك. شوفها مرة أخرى، الكرة اللي بدأ كان فيها لمسة يد على عبد الملك. نعم، ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في توقيت صعب في نهاية شوط المباراة الأول. وأيضا فرصة للمنتخب الياباني التقدم في هذه. كيوتاكي ومحمد العويس في مرمى كيوتاكي العويس. هدف ياباني أول في هذه المباراة. هدف ياباني من ركلة جزاء قد تثير بعض الجدل. اليابان تتقدم أولا بالنتيجة من علامة الجزاء. هدف ياباني من ركلة جزائية. كرة اللي صدمت في عبد الملك، واليابانيين يتقدمون في النتيجة في وقت صعب، في وقت مزعج قبل نهاية شوط المباراة الأول بثواني. قبل نهاية الشوط الأول بثواني كيوتاكي يسجل هدف اليابان الأول. هدف أول للمنتخب الياباني. لا زال الوقت طويل في هذه المباراة، ولا زال عندنا القدرة على العودة، ولا زال عندنا الكثير من الإيمان في قدرة لاعبينا على العودة، والكثير من الثقة في تقديم أداء أفضل في شوط المباراة الثاني. هل مباراة، هل من تعادل، هل من نقطة خطيرة لناغاتومو داخل منطقة الجزاء. كاغاوا وفرصة وهدف ثاني. هدف ثاني لليابان. وصلت اليابان لهدف ثاني عمق صعوبة وجراح الأخضر في مباراة اليوم. الهدف الثاني لليابانيين. اليابان تحصل على ما تريد في هذه المباراة، النقاط الثلاث الثمينة. 2-0 في آخر 10 دقائق تجعل مهمة المنتخب السعودي معقدة جدا جدا هذا اليوم. شوفها مرة أخرى، كثير الأخطاء الدفاعية اليوم، كثير الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم. عبد الملك خروجه إذا كان له تأثير. اللاعب القادر على مساندة الدفاع دائما. اليابان تسجل هدفا ثانيا في هذه الأثناء، تتقدم في النتيجة عن طريق هاراغوتشي لمصلحة نواف العابد. العابد حافظ على كرة، تعدى مر نواف بشكل جميل. تمريرة بينية، الكرة للعابد بينية على جهة اليمين لناصر الشبراني، قوية وكرة في المرمى. هدف يا حكم. نعم هدف يا حكم. متأخر، وصلنا متأخرين يا جماعة، وصلنا متأخرين. إذا عندكم دعوات الحقونا فيها. شوف هدف جاء بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى. الدفاع الياباني خلصها ولكنها تجاوزت خط المرمى. هدف يحتسب الحكم تقي. شوفها مرة أخرى في أكثر من لقطة. تسديدة ناصر وبعد ذلك أسامة تجاوزت على ما يبدو خط المرمى بكامل محيطها، تحولت إلى مرمى اليابان. دقيقة 90 تسجل السعودية هدفا قد يعيدها متأخر جدا ولكن مهم. شوفها مرة أخرى، الكرة دخلت بكامل محيطها إلى مرمى المنتخب الياباني.